طبعا احنا المفروض مرجعنا الدستور، والدستور تقول نظام الدولة ديمقراطي والسيادة فيه للأمة. الشريعة شنو؟ مصدر أساسي، مو المصدر الوحيد اللي كانوا يبون يغيرونه. فبالتالي يعني هذا سؤال المفروض حتى لا يسأل وما نحطه ما نطرحه. بس يقول لك القرآن والشريعة والدين أهم من الدستور. شلون أهم؟ يعني نخرب نظامنا الديمقراطي؟ في وجهة نظري أنا عندي الشريعة والقرآن أهم من الدستور. أنا الدستور ما يهمني، أنا دولة إسلامية محافظة. الإنسان المواطن اللي هذا تفكيره هذا خطر على الدولة. خطر على الدولة؟ خطر على الدولة. هذا ولاء مو للكويت. هذا لو يجي واحد ثاني ويقول له تعال نبي نغير عشان هذا الشيء موجود في القرآن، مستعد انه هو يعني يخون الكويت. وانت شايف الفترة الأخيرة شنو صار. يعني في بعض القضايا اللي ما زالت يمكن بعدها استئناف وكذا ما نبي نتكلم عنهم، ولكن كل هذه قضايا خيانة للدولة، لأنهم آمنوا بشيء ثاني غير دستورنا الديمقراطي. وأي واحد يعتقد أن القرآن ولا الشريعة ولا أي تفسير لهذه النصوص الدينية أعلى من دستور الكويت، فهذا فيه خيانة للكويت. بس يقول الدستور هو دستور كتب الإنسان، هذاك غير، هذيك شريعتنا وهذا مسار الإنسان في الحياة، فلا يجب أن يكون الدستور أعلى من الشريعة والدين. وشو المقصود أعلى ولا مو أعلى؟ احنا الحين مو قاعدين نفاضل ما بينهم. يقول لك هذا الأساس. يعني اليوم الدستور من المصدر الثاني مثلا الدين الإسلام، فيقول لك الأصل هو القرآن. ما يقول القرآن أو الشريعة أهم من ما يقره القوانين الإنسانية اللي تقول الدولة بس ما في يعني هذيلا يعني كتابين مختلفين. القرآن كتاب المقدس للمسلمين، والدستور هو دستور دولة الكويت. ما في مقارنة ما بين الاثنين، ما في واحد أعلى من الثاني. هذا له مكانة وهذا له مكانة. احنا قاعدين نحكم دولة نروح نقرأ بالقرآن؟ لا، نتعبد، نصلي، ندرس بكلية شريعة ببيوتنا، اوكي نروح ندرس القرآن، بس قاعدين نحكم دولة. نمشي على شنو؟ أنا أحس من كلامك تبي تفصلين الدين عن الحياة السياسية أو الدستور. آخر شيء بالنهاية أتوقع أن العقل الإنساني راح يوصل إلى هذه الفكرة. شوف الحروب اللي قاعدة تصير الحين حوالينا ليش؟ باسم الدين. أنا شيعي أعتقد أن ولاية الفقيه وكذا ومستعد أدش بحرب ضدك، ولا أنا سني وأعتقد أن أنت مذهبك خطأ ومستعد أذبحك. فبالنهاية أنا أعتقد الإنسان العاقل يفترض أنه هو يعني ينظر للسياسة وهي علم إنساني. السياسة علم إنساني. أنا أبي أقود دولة مثل الاقتصاد، شنو أسوي؟ لازم أشوف التجارب السابقة وأتعلم منها وأبني دولة. مو كل ساعة أرد إلى النصوص المقدسة وأقول أنا بمشي عليها، ما راح نمشي لقدام.